الرماضين بلدة تنفرد بمزايا قلما تشاركها بعضا منها بلدات أخرى في الوطن، فسكانها من أصول البادية والأنساب العريقة، من الرقمات والشعور والزغارنة والسواعد والدغاغم والفريجات والمليحات والنقاير وأبو قاعود والعجارمة والجماعين. هناك حيث القيم الرفيعة والكرم الطائي والشهامة والمحافظة. قرية عرب الرماضين تقع جنوب مدينة الخليل، عدد سكانها 5000 نسمة. الرماضين أصلها من 48، لاجئين من مدينة بير السبع، وأراضيهم توجد في الشمسانيات وإخويلفة. سميت قرية الرماضين على اسم جدهم رمضان. الرماضين هي جزء في الأساس من بدو النقب، كانت تقسم إلى قسمين، قسم منهم سموه العجايزي والثاني ابن دغوم. تغيرت الأحوال، صارت مسامرة وشعور. بعد 48 لما صرنا في هالمنطقة هذه ظلينا قسمين، فريجات وزغارنة. قرية الرماضين وسكان الرماضين أصلهم لاجئين، وانتشروا على الجبال، على قمم هذه الجبال وهذه الجبال والأراضي هذه لأهل الظهرية. كل شخص أو كل عائلة حطت على رأس جبل أو في واد، بنوا بيوت الشعر كبداية وسكنوا في هذه الجبال. معظم سكان هذه المضارب، مضارب الرماضين اليوم بطلت تسمى مضارب، نظرا لأنه ما فيش أماكن للبيوت، والناس تحضرت وبنت، وكل مقومات الحياة والبنية التحتية متوفرة في الرماضين. بيعتمدوا في حياتهم على زراعة وتربية الماشية. الرماضين قرية بدوية، وإلهم جماعة وإلهم أصدقاء وإلهم قرايب في 48 يمن هاجروا. الرماضين ما طلعت كلها، الرماضين معظمها ظل تحت. إلهم قرايب في 48 وساكنين اليوم في رسيفة وفي عرعرة النقب، وإلهم علاقات جيدة وفي نسب بيننا وبين إخواننا في 48. موقع الرماضين أعطاها جانب كبير بالنسبة للتواصل ما بين إخواننا عرب 48 الفلسطينيين 48 والضفة الغربية، بحكم موقعهم، بحكم بسندهم، بحكم علاقاتهم مع الجانبين، لهم دور فاعل ومؤثر. احنا ل 67 ما كان عندنا ولا بيت بلوك او بطون او حجر مبني، ولا بنعرف هذا الحكي ل 67، لانه اختلفت الموازين. كنا بنستنى من ال 47 ل 67 بنستنى العوده، بنستنى نرجع.
هذا البلد الجميل الذي يفترش أكثر من 10 تلال تغطي مساحة واسعة وتنتشر عليها بيوت متباعدة لتشكل خارطة البلدة، وربما أقل نسبة ازدحام سكاني في الوطن، حيث تشرف الرماضين بشموخ على سهل يقع إلى الجنوب منها، الجزء الأكبر منه داخل الخط الأخضر، وجزء يسير أفلت من جدار الفصل العنصري. ومن قمة التلال التي تربض عليها الرماضين كأسد في عرينه ترى بالعين المجردة بلدات حورة واللقية ورهط العربية في النقب ومستعمرات ميتار وخويلفة. امتدادهم اللي هي خلاهم يبعدوا عن بعض، والمسكن اندثر من قلة الأرض والمسكن، والعادات والتقاليد هي اللي خلتهم زي ما نقول يبعدوا عن بعض شوية. بيتريح البدوي، بده الراحة، بده الجو، بده الاشي اللي يتريح فيه، وحموا أرض كثير من أرض الظهرية. طبعنا كبادية اللي هو الانتشار مش التجمع. دخل الاحتلال في 67، وفي سنة 69 زارنا رئيس الإدارة المدنية، وكان المرحوم والدي اللي هو الشيخ سرحان شيخ عشيرة الرماضين. سأله سؤال، قال يا شيخ بدي أسألك سؤالين، والسؤالين حرجات بس بدي إجابة. قال له السؤال الأول ليش ما بنيته قبل 67؟ قال له السؤال الثاني لما بنيته ليش بنيته كل واحد في منطقة على رأس جبل؟ قال له كويس. السؤال الأول كنت أنا بنتظر اليوم اللي إنه الدول العربية تحارب وتهزمكم واسكن في البيت اللي انت ساكن فيه. والسؤال الثاني إنه إحنا ليش كل واحد على راس جبل؟ احنا كل واحد على راس جبل، انت قائد جيش، ولما بصير عليك حرب ما بتجمع الجيش مشان نصح له قنبله ولا حاجه يموت مع بعضه، بتفرقهم على اساس اللي ينجو واللي يملص. مزعجينهم ليش احنا تنثرنا على المنطقه الواسعه هذه؟ ليش تنثرنا عليها؟ يعني ليش بيقولوا انتم مثلا انتم لاجئين كويس، ليش ما انتم مجمع؟ كيف العروب، كيف الفوار، كيف احنا طبيعتنا تختلف. فاحنا من المعبر شوف لحديت المستعمر هذه شكلوت لحديت عنب، سيطرنا على المنطقه هذه كلها، سيطرنا عليها. كل واحد بيبعد للثاني كيلتين متر، 2 كيلو، كيلو ونص. ويرى أبناء الرماضين مع كل صباح ومساء أرضهم المسلوبة، فينتابهم شعور من المرارة والأسى، خاصة أبناءها وأبناء البلدات المجاورة الذين يخاطرون بأنفسهم ويتسللون مشيا على الأقدام للعمل في المزارع المقامة على أراضيهم لتأمين قوتهم وقوت أسرهم في ظل أوضاع اقتصادية بالغة الصعوبة. ولسان حالهم يردد ما قاله المتنبي ذات يوم: واحتمال الأذى ورؤية جانيه غذاء تضوي به الأجسام. موقع الرماضين بالنسبة للعمالة الفلسطينية وبحكم موقعها على الحدود من جانبين: جانب اللي هو المعبر اللي بيدخلوا في داخل أراضي 48 بتصريح عمل وبتصريح شخصية بدخلوا، والجانب الآخر العمال الفلسطينيين من جنين ومن ريحة ومن كل مناطق الضفة الغربية. أقرب نقطة اللي هي في الرماضين اللي بدخلوا بدون تصريح، يعني بسموهم اللفة. الرماضين طبعا يحاصرها الجدار وبتعاني من الجدار،
وعمانه بينزلوا على إسرائيل، يعني القليل جدا من الرمضين معاها تسريع عم. يا هم دنيا غربلتنا بغربال، غربالها سودة ليالي الاشناعي. شفت اليوم الحسين راكب خيال، والسبع يبريل بالوهد والمتاعي.